السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية عفوا. جيتكم اليوم بشغل يعني يدوي بالسكاي. خذيت الطول 80 سنتيمتر، والعرض تاع هاد القطعة 30 سنتيمتر يعني، وكل واحد وقد الطاولة اللي راح يديرها فوقها. هذا يعني اللي يجي في الوسط تاع الطاولة راح نثنوه ونقلبوه يعني على الظهر تاعه. العرض تاعه قلنا 30 سنتيمتر، راح نقصو منه العرض يعني ما راحش يبقى كيما هاك. انا قلبته يعني ما كنت بغي نصور، من بعد قلت معليش نصور فيديو صاي. قلبته كيما هكا وزيرته بليزيبانغل باش كي ديروا الرشمه ما تهرب لكمش. يعني السكاي درت انا هاد القطعه، ديروا قطعه كرتون هكا تشكلوا شكل مثلث، ولا تجيبوا طابع يعني تاع كاطو يكون هكا كاري، تجيبوا الطرف تاعه وتخدموا به. مهم يكون نيشان ما يكونش مشرشف، لانه رايح نقصوه في المقص. يعني هذه اللي الناس اللي يبغوا السكاي ومهتمين باشغال السكاي. اللي ما تبغيش يعني تبدا من البداية، انا بديت من البداية ومن بعد نسيت هذوك القطع اللي راح نقصهم. هاكا جبتها من البداية، يعني نورمالمون نقصو قبل هذيك الناحية كيما قصيتها انا هاكا على شكل مثلث باش يجي شكلها شباب. وتجيبوا هاد الرشمة وتبقاو تديروا بالقلم ولا قلم رصاص وديروا هاكا شكل مثلثات، ولا اللي تبغي دير رون دير رون، يعني كل واحدة ولا اللي تبغي دير فيها رشمة ولا رشمات يعيو في القص تاعهم يعيو. انا بغيت غير هكا شكل يعني سامبل. وان شاء الله يكون هذا مشروع من المشاريع الرمضانية. يعني مازال سكاي مطلوب لحد الآن، يعني مازال مطلوب بقوة. يبغوا الطابليات ويبغوا هكا لي سات دو طابل، مازالوا يعني يخدموا. وتبقوا هكا على طول هاد القطعة، تبقوا هكا ديروا في المثلثات ولا ديرون رون هكا ديروا بالكاس ولا هكا. بعد ما كملت نجيب المقص هكا قصيت انا هذيك القطعة، ديروها يعني شكل مثلث هكا مائلة هكا بهذا الشكل، وتقصوها هكا بهذا المقص المسنن. يعني القص تاعه سهل جدا ويخرج نتيجة رائعة. يعني مازالوا هاد المشاريع تاع سكاي، لانه سكاي يعني ماشي كيما القماش. هو يعني كاين قماش بصح شويه غالي هذاك انتي طاش، يعني لما تدفقي فوقه قهوه ولا حاجه. بصح سكاي يعني تغسليه وتعاوديه، انا راه عندي في سنوات تغسليه وتعاوديه، يعني لو كان حتى ابيض كيما هاك وتغسليه وتعاوديه يبقى كيما هو هاكا. تشوفوا الشكل تاعها كي خرج مشرشف، خرج غاية. وهنايا تبغوا ترسموا تبغوا تخلوه يعني. درت اني هاد الرشمة يعني سهلة وبسيطة هاكا. عينت الوسط وندير كذلك عاد راح نثني هذوك الخطوط كذلك نعمرها في الوسط. يعني ما كنتش معينة رشمة يعني معينة، برك كانت عندي واحدة الرشمة كنت نخدم بها بزاف. هذه كعمل البداية تاعي تاع السكاي هاكا. يعني اللي تعرف ترسم تقد ترسم اي رشمة ولا حاجة هاكا. وزدت انا في الاخير يعني نعت لكم هذه، تبغوا تزيدوا تكبروا هذه الوردة اللي في الوسط تكبروها.
هاكا، ودرت في البلاصة هذه أنا شوية عوجتهم يعني على الوسط هاكا. بعد ما رسمتهم تاخذوا المقص العادي يعني ماشي المسنن، واللي بغات دير بالمسنن يعني كل واحد والمقص هذا الصغير يخرج لك الورقة يعني بشكلها صغير، بصح إلا درتي الآخر يعني يخرجها لك كبيرة بزاف هاكا. ونقصهم بهذا الشكل، وإن شاء الله الفيديو راه موضح، وإن شاء الله تعجبكم فكرة اليوم. ومرحبا باللي دخل جديد، وما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة فضلا منكم وليس أمرا، يعني بكم ومعاكم تكبر القناة تاعنا وتشجعونا لإعطاء المزيد. وسامحوني على لافوا تاعي، تعرفوا البرد هذا واش دار فينا. هاكا راح نكملو هاكا نقصو. تبغوا يعني هاد الوردة يعني تكبروها وتقصوها في الوسط. انا كانوا عندي الرشامات و مانيش نخدم بزاف سكاي كيما موالف، مخبيتهم في بلاصة بعيدة هاكا. وتزيدوا تقصوا الاخرين كذلك نفس تبغوا تقبوا السكاي هاكا عند هذا المثلثات، تحت المثلثات ديروا كذلك ورقات هاكا. تبغوا يعني كل وحدة والإبداع تاعها والرشامات اللي عندها. هذا هو الشكل، هذا هو شكله النهائي. إن شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. تبغوا هنايا كذلك تعمروا هذاك المكان يدير كيما وهذا هو الشومان دو طابل تاعنا اللي خدمناه بسكاي، يعني تدفوا فوقها مرقة ولا حاجة ولا. وإن شاء الله نكمل لكم المرة الجاية لي سات دو طابل تاوعه. إن شاء الله يعجبكم هذا العمل وينال رضاكم لكل يعني اللي يبغوا المشاريع تاع رمضان. هذا كذلك مشروع من المشاريع تخدمي في أقل من 5 دقائق. وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله. وما تنسونيش بلايكاتكم ودعمكم لقناتي باش تكبر، يعني نتوما تستفادوا وحنا نستفادوا.